اول حاله هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، طبعا هنا الالتحام موجود والفاول صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا الحكم حسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. تعال نشوف مع بعض كده هل في التحام مع حارس المرمى ولا لا. لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي الكره اقرب لقدم لاعبي النادي الاهلي، بعد كده عدت لاعبي النادي الاهلي وعدت حارس المرمى، وحارس المرمى هو اللي عمل التحام باليد مع لاعبي النادي الاهلي زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا الحكم حسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. طبعا لو في فار كان ممكن القرار يتغير تماما ويبقى ضربه جزاء للنادي الاهلي مش فاول، لان هنا لما نشوف مع بعض هتلاقي الحارس هو اللي عامل التحام مع لاعبي النادي الاهلي، وطالما الحارس ما نجحش ان هو يلمس الكره او ياخد الكره تبقى المخالفه على حارس المرمى. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول لصالح لاعبي النادي الاهلي. شوف مع بعض كده هتلاقي لاعب جورمايا داخل بقوه وعامل التحام بطريقه غريبه جدا في قدم لاعبي النادي الاهلي. لعبه زي دي برضه لو في فار كان ممكن القرار يتغير، لكن هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا الانذار قليل جدا. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول لصالح لاعبي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، طبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا برضه هتلاقي فيه تدخل بقوه من لاعب جورماي على قدم لاعبي النادي الاهلي. لعبه زي دي الطبيعي الحكم يدي اللاعب انذار ويحسب الفاول، لكن الغريبه ان الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول لصالح لاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه من لاعب جورماي على قدم لاعبي النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، طبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. برضه هنا فاول لصالح لاعبي الاهلي. شوف مع بعض برضه هتلاقي فيه تدخل بقوه من لاعب جورماهي على قدم لعيب الاهلي، وهنا برضه الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا كان لاعب الاهلي بيطلب ضربه جزاء. شوف مع بعض كده هتلاقي حارس المرمى ما عملش اي التحام مع لاعبي النادي الاهلي. بص على القدم بعيده تماما عن اللاعب، وهنا طبعا اللاعب هو اللي وقع نفسه، وقرار ان الحكم ما يحسبش ضربه جزاء قرار صحيح، وكمان ان هو يديله انذار بدايه تمثيل قرار صحيح.